نرجع لموضوعنا. الناس دي رأيها بيأثر جدا. انا ما كنتش عارف ان انا من 3 سنين تقريبا فرقت شمل عيله، والله ما كنت قاصد. طب ما انت ما قلتليش برضو، انا لو عايز ابقى فود بلوجر اعمل ايه؟ بص صح، قرر الاول انت عايز تتخصص في ايه. في الاعلانات مثلا، فلازم تجرب مطاعم جديده وبتعمل حاجات جديده عشان ترفع صفحتك وتبقى بتاع اعلانات، ولازم يبقى ليك طريقتك في المونتاج والتقديم. واسف لو انا اتلخبطت بين الفود بلوجر والفود ريفيور، انا نفسي برضو مش متعود على الاختلاف ده، انا اكتشفت الكلام ده وانا بحضر للحلقه. بس كمان الفود بلوجر الاعلاناتي الصراحه هو الاكثر ربحا، بالذات لو مشهور. بمعنى ان لو الشخص اللي بيعلن عن المطعم كل ما كان مشهور كل ما كان مطلوب اكتر. ولو الموضوع مش مربح زي ما انا بتكلم، ما كانش حد شيف كبير زي الشيف الشربيني ينزل يعمل اعلانات لمطاعم، برضو ما بيعلنش غير لسلاسل مطاعم او مطاعم كبيره. وكمان في ناس بتعلن عن المنتج بتاعهم بس، زي مين؟ زي بهيج. حد زي بهيج مش فود بلوجر ولا فود ريفيور، ده بيماركت المنتج بتاعه او الشغل بتاعه بس، ما بيتكلمش عن شغل الناس التانيين وما بيعملش تجارب تانية. ولو عايز تبقى تعمل ريفيو بجد، فهات الاكل وقول رايك بكل صراحه بس بدون تجريح، عشان كلمتك مش ممكن تضايق صاحب المحل، ممكن تقطع عيش الناس كتير اللي في المطعم، الا طبعا لو حاجه لا يسكت عليها. رايك وانت حر فيه. لو عايز تبقى بتاع تحديات اعمل كده، بس ابعد عن تحديات فادي عضلات عشان صعب تغلبه فيها. وحاول ما تعملش تحديات تاذي صحتك. وهذا سيحس هو اصلا شخص رياضي وبيمشي على نظام قاسي جدا في التمرين عشان يعرف يحرق الاكل اللي هو بياكله. واوعى تنسى وانت بتاكل انك تدعي لاخواتك المحاصرين اللي مش لاقيين لقمه ياكلوها، وانك تدعي لهم من قلبك. واوعى تنسى المقاطعه، ولو مره نسيت انك تقاطع عادي انك ترجع تاني يا صاحبي.